مفيد كاستقم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم والسنة فعله ثم حرف يجتري. رحمه الله تعالى يعرف على الكلام. الكلام في اللغة مشتق من الكلام بالكسر وهي الجروح، لأن الكلام يؤثر في النفس كما تؤثر الجروح في الجسد، وهذا معلوم. أما الحديث فالكلام وشق في المرء الكلام، والموضع أصل الكلام يسوى التصلب. قال كلامنا معاشر النحاة لفظ، أنا لفظ خارج من الهم مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف تنتهي بالياء. قولنا لفظ خرجت الإشارة، ولذلك قول الشاعر: إشارة في طرف العين خيبة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. كقول الشاعر: شكا إلي جملي طول السرى صبرا جليلا من خلال مبتلى. قول الشاعر: ابتلى الحوض فقال غضني مال رويدا قد بلت بطني. أيضا خرجت الكتابة لا تعد كلاما عند النحاة. نقول عائشة رضي الله عنها: ما بين الدفتين المصحف كلام الله. إذا عن الكلام عند النحاة يشترط فيه أن يكون لفظ خارج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف تنتهي بالياء. لفظ مفيد على أن يكون مفيد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا ينتظر السامع شيئا آخر. لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستمع. ابن مالك عبر عن شرطين من شروط الكلام، وهو أن يكون لفظا وأن يكون مفيدا، لكن سكت عن التركيب وعن القصد. ولذلك يقول صاحب الإجرومية: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. ولكن هذين الشرطين عبر بهما عن قوله فاستمع. من شرط الكلام أن يكون، الشرط الثالث أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، كجاء زيد. حقيقة وتقديرا. كيف جاء زيد؟ هذا كلام مركب من كلمتين، جاء كلمة زيد كلمة، وأيضا الفائدة حاصلة. تقديرا كيف قولته هو فاستمع كلام مركب من كلمتين، كلمة حقيقة وهي فاستمع، والتقدير فاستمع أنت، يعني مركب من كلمتين. هذا شرط الكلام. شرط الكلام يكون مركبا من كلمتين فأكثر. لفظ مركب مفيد قد وضع. أيضا قلنا إن كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال عن أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على مسمى، والفعل ما دل على معنى في نفسه يقترن بأحد الأسماء الثلاث، والحرف ما دل على معنى في غيره وهو لغة الطرف. نعم. نحن في الصلاة. فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام. فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لا إله إلا الله في تأويلان. قال عنه على شوية على التفصيل، بعد ذلك نأخذ شرحه بالنقرة. فرائض جمع فريضة. الفريضة في اللغة الضريبة التي يجعلها الملوك على رعاياهم، من ذلك قول الشاعر: فقولا لهذا المرء يوجد ساعي هلم فإن مشربي الفرائض، فإنك دون المال يوجد تلتقي ستلقاك بيض للنفوس قوابض. والفرض في الاصطلاح هو الواجب الملازم محله، والواجب المنسوخ لا يسمى فرضا لأنه قد نسخ. وقد اختلف العلماء في حد الفرض، فمذهب الجمهور أن الفرض ما وجب بأي دليل قطعيا أو ظنيا، وعندهم أن الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب هذه ألفاظ كما قال زرقاني في البرهان اختلفت ولكن معناها واحد. ولذلك قال سيدي عبد الله حاج إبراهيم العلوي في مراقي السعودي: والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم والمكتوب ما يشبه الكرامة إلى آخره. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه أن الفرض ما وجب بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وعنده أن الواجب ما وجب بدليل ظني كقراءة الفاتحة في الصلاة كخبر الآحاد. نعم. فرائض والصلاة مضاف إليه، هذا من إضافة الشيء لنفسه، ومعلوم في كلام العرب أنه سحق عمامة. وقد قال ابن مالك: ولا يضاف اسم ما به اتحد معنا وأول مهما إذا ورد. إذا فرائض الصلاة فرائض مبتدأ صلاة مضاف قوله. تكبيرة الإحرام، تكبيرة مبتدأ خبره محذوف تقديره منها تكبيرة الإحرام، وهذا المبتدأ وخبره خبر عن المبتدأ الأول. لذلك يقول ابن بونة: أخبر عن الأخير إن توالى مبتدآت معلم يقال، إن الأخير والذي قد جعلا خبره خبر مبتدأ تلا، والمبتدأ ما وعيده خبر عن الأخير وهكذا استقر. فرائض الصلاة. قال عن فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام، معناها من فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام.
تكبيرة الإحرام واجبة بالإجماع. عند المالكية أنها إلى عدنان بالإجماع، لا خلاف في ذلك. ما فوق عدنان في خلاف، من الرواية الأصح ذكرها الإمام العراقي، ولكن بعد ذل إجماع أهل العلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا لا خلاف في ذلك. يقول أحمد البدوي في محمود النسب، ونسب النسب الذي عليه اتفقا كل الوراء إذ النبي أشرقا. أحمد عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف المنتخب وقصي كلاب المرأة كعب الرأي غالب الغرة بشير بن مالك والنضر السكة كنانة خزيمة فمدركة إلياسها فمطرها نسار مع الدعدامة الخيار. الإرشاد النسب الذي عليه اتفقا كل الوراء، كل الوراء جميع الخلائق من علام السير وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه من عبد الله إلى عدنان، هذا مجمع عليه لا خلاف في ذلك. نعم. قدر ما يسع فعل المغربي بعد شروطها عشان يا أخي كان هنا يتكلم على اختار المغرب. اختار المغرب لا قدر اللي يسع فعله 3 ركعات بعد شروط الصلاة، طبعا الوضوء والطهارة وأيضا المسنونات المندوبات، مثلا يتبول ويتوضأ ويستاك، يجي 3 ركعات ينتهي مختار المغرب. وهذا قول ابن القاسم. فما قال اقرأ عن المغرب يمتد إلى الشفق، هذه قال في التيمم وفيها تأخير المغرب للشفق. يا أحد فاضل المغرب امتداده للشفقي عن مالك رواه غير العتقي، وهو الذي شهره ابن العربي وغيره من علماء المذهب تمسكا بظاهر المدونة، بل الإمام في الموطأ دونها كان ينبغي الإشارة إليه لخليل رحمة الله عليه، لعله خليل قد أشار إلى ذلك وفيها تأخير المغرب للشفق. فعلى كلنا قدر ما يسع 3 ركعات فعله 3 ركعات، وأيضا بعد شروط الصلاة اللي هي الطهارة وركاج، مثلا يفعل المسنونات المندوبات يجيب 3 ركعات ينتهي مختار المغرب، وهذا قول. لكن أقوال الأخرى وهي قاعدة مشهورة أنه يمتد إلى الشفق. نعم.